السلام عليكم، معكم أم نساء كما عودتكم دائما مع الوصفات السهلة والاقتصادية كما كنتوا تشوفوا من قبيلة. اليوم جبت لكم المسكوتشو اللي راهي دايرة حالة في الأعراس يعني، وراهم معتمدينها كمشروع. لهنايا جبت لكم الطريقة الصحيحة باش تجيكم طالعة. لهنا عندنا 2 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة، عندنا كاس ناقص 2 صباعتين تاع السكر، نخلطوهم مليح بالبيتخا حتى يطلعوا حتى يولي خليط ابيض كما راكم تشوفوا لهنايا. ومن بعد نبداو نزيدو في الكاس حليب، نزيدو كاس حليب ناقص 2 صباعتين يعني عبر واحد كامل نكملوا به المقادير. نبداو نضيفو فيه بشويه ومام طول الباطوغر مازالو يدور. نزيدو تاني الزيت. واش درنا 2 حبات بيض، كاس سكر، كاس زيت، كاس حليب ناقص 2 صباعتين كما قلت لكم. ومن بعد ما نخلطوهم بالباتور نحبسوا تخلط تاع الباتور، نزيدو 2 كيسان حتى 2 كيسان ونص تاع الفارينة على حسب الفارينة مع باكيت على ليفيغ شيميك، يعني كل 2 حبات بيض عندها وحده خماره. ندهنوا المول تاعنا بالزبده باش ما يلصق لكمش يجيكم احمر. نديروه يطيب على درجه حراره على درجه الحراره 180. كي يطيب لكم من التحت نشعلوه من الفوق يتحمر. وهاي لك لهنايا في الاخر كيفاش جانا، يعني يجينا خفيف ويجينا مفخفخ. وان شاء الله تسيوه وتنجحوا فيه. وما تنسونيش بالجيم وابوني في لاباج وفعلوا الجرس باش يحقكم جديد. في الملتقى ان شاء الله مع وصفات اخرى.